انتهت مباراة الديربي بفوز النادي الإفريقي وتتويجه بالبطولة. ماذا بيا تكمل الفيديو خاطر عندي كلام مهم نحب نحكي فيه. اليوم مانيش باش نحكي بصفتي معلق صوتي أو صاحب محتوى، باش نحكي بصفتي مكشخ. أولا، مبروك النادي الإفريقي التتويج. لازم نكونوا واضحين وواعيين وبعاد على الفتن في آخر الزمان. بطولة ما كانتش محسومة لآخر دقيقة، وما أحلاه التنافس كيف يكون حد وحد الكورة، وما خيبها الكورة كيف تولي انحطاط وانتماء لفريق قبل الدين والوطن. لو كانت فما غيرة لازم تكون على الدين مش على فريق في لعب. النادي الأفريقي استحق البطولة، وما علينا كان نباركوله ونخدمه ونحسنه من الرواح باش نرجعوا خير من قبل. اللي متأكد منه إنه ما تظلمناش. اختيار الفريق والانتدابات مش في بلاصتها. وسامحوني طولت عليكم، أما فما نقطة مهمة من نجمش نتعداها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني لا تضر بلسانك لا بيدك، حتى كان مختلفين. شجع فريقك، أفرح، اتغشش، أما ديما في حدود. وما تخليش الكورة تفرق بينك وبين صاحبك، ولا تخليك تغلط في الناس. تذكر الفريق يربح اليوم ويخسر غدوة، أما الأخلاق ديما تبقى. والدنيا هذه قصيرة، ما تستاهلش نعملوا فيها عداوات على حاجة تتعدى. خلي الكورة متعة مش فتنة.